شفت ياما؟ شفت جعفر عمل فيا ايه؟ اتفرجت ياما؟ متهيألي مفيش حد في السيدة زينب ما شافنيش وانا بتقدم لعيلة فتح الله. ما انت اللي اتسرعت يا سيد. ما تزعلش مني، انت اللي غلطان. انت كبير بس الحق ما يعرفش كبير وصغير، يعرف الحق وبس. وانت كمان خليت اخوك وقع مع ناس بينهم وبين بعض مصانع الحداد يا ابني. وفريدي ياما اتسرعت، يقوم اخويا الصغير يعمل معايا كده؟ ليه كده يا سيد؟ كده تقل من اخوك الكبير؟ انت اللي قلت بينا كلنا. كبير كبير بفعله، تحط راسك براس صبي، تتخانق مع صبي. والكبير ما يقلش من اخوه ابدا. عايز اعمل لك ايه؟ احط ايدي على كتاب ربنا والبس عبايه ابوك وانطق بالباطل؟ ما انت عارف اخوك قلبي ما بيختشيش الا قدام الحق. الميزان منه لربنا مش لخلقه. ليه تفتح جرح قديم؟ عدى زمن يا جعفر. ما عداش. كل يوم بيعدي من 19 سنه بسأل نفسي مين اللي حرمني من عيالي الاتنين؟ عيلة فتح الله. اتأكد بس عشان وانا باخد حقي ابقى مستريح. بس لو مش عيلة فتح الله، اقسم بالله لو نطقتها تاني يا جعفر لا يحرم علينا نتجمع في مكان واحد تاني. ربنا ما يفرقكوا عن بعض ابدا. انا نازل اشم هوا اهو يا جعفر. بتبص لي كده ليه؟ عشان مش عاجبني كلامك. لسه لغايه دلوقتي بتشك في اخوك. حس بيا يا هم. انا جوايا هم لو اتوزع على اهل السيده زينب مش هبقى مظلوم دفء. ساعة ما عرفت ان بلال شامة خطف ابني، انا حتى مش عارف ابني عايش ولا ميت. اللي عمل كده عيلة فتح الله ولا سيد اخويا؟ تاني يا جعفر، بكفاياك بقى تقول سيد. ايوه سيد. سيد اللي ضيع فلوس ابوه جعفر كبرها. سيد اللي ربنا ما كتبلوش الخلفه وجعفر مراتاته الاتنين حملوا ياما. مين من مصلحته انه يخطف عيالي ياما او يموتهم؟ قوليلي. بكفاياك يا جعفر، بكفاياك. ما تخليش يا ابني الحزن يعمي عينيك. البطن اللي شالتك هي اللي شالت سيد. البطن دي ما تجيبش حد يأذي اخوه. ما تنساش، ما تنساش على اخوك يا جعفر. خلاص خالص يا هم. شيل هم جوايا لوحدي.